السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا كده. نبتدي يومنا كده وهحضر معاكم كده الفطار زي ما انتم شايفين. كوباية الشاي بلبن المتعودين عليا معاها. وبعد كده بقى هتشوفوا روتين هتتشجعي النهارده ويخلي النظافة هي عنوانك. زي ما انا هسمي عنوان الفيديو كده، النظافة هي عنواني. فعايزة كل اللي يتفرج عليا النهاردة في الفيديو ده يقوم يتشجع معايا ويخلي النظافة كده هي عنوانه. يلا بينا نسمي الله، يلا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فطاري كده فطار بسيط، كوباية شاي بلبن مع بقسماط أو كحك يعني. وهفطر بقى وهنعمل مع بعض الغدا. وهتشوفي الروتين هيشجعك جدا جدا جدا. اول حاجه كده معايا قطعه من اللحمه هقطعها كده زي ما انتم شايفين. وهقطعها بقى وهنعمل أكلة حلوة كده مع بعض. بس يلا بينا بقى واحنا شغالين كده نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت اللحمة كده قطعتها، هاخد منها بقى اللي أنا هعمل منه والباقي ايه هحطه في أكياس في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. دي اسمها حتة اسمها كده موزة، بتبقى حلوة قوي 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 قوي. وفي الأكلة اللي أنا هعملها معاكم دي هتعجبكم جدا جدا جدا. جبت بقى معايا بصل، انا هعمل بقى يا جماعه اكل ايه، هنعمل كباب حله. بس هتعمليه اعمليه بالطريقه بتاعتي دي هتعجبك جدا جدا جدا. معايا بقى كده سمنه، نزلت بالبصله بعد ما فرمتها في الكبه زي ما انتوا شايفين. بس كتري بقى البصله في الاكله دي، كتري البصل علشان يعمل لك كده صوص حلو بعد ما تخلصي. نزلت بقى بالبصله بعد ما شوحتها كده وخدت لون ذهبي، رحت نازله عليها باللحمه. افضل اشوح اللحمه مع البصله شويه حلوين كده لغايه ما احس ان اللحمه خدت لون. معايا طماطمايه، معايا حبهان، معايا فلفل اسود. وبروح افضل اقلبهم كده مع بعض واغطي عليها واوطي على ابكب ميتها وشربتها. بعد كده هروح انا بقى مزوده لها شويه ميه علشان اكمل سوى اللحمه. خرجت بقى كده معاكم على السفرة، هنعمل تنظيف عميق قوي للسفرة النهاردة. بس يلا بقى سموا الله وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة كده هشيل الكراسي، شلت المشاية اللي قدام باب الشقة دي دايما طبعا لازم نغيرها لو عندك مشاية قدام باب الشقة، لأن دي دخلت الباب فدايما بتتوسخ، فأنا عاملة لها غيار. بروح شايله دي وحاطه دي. مسكت الكراسي كده لمعت كرسي كرسي خليتهم زي الفل ورحت مخرجاهم عند الليفينج الناحية التانية يعني. هفضي بقى الايه البوفيه كده بتاع السفرة. وهطلع فوق البوفيه هروح بقى ايه ملمعه البلتكانه زي ما انتوا شايفين. وهخليها كده زي الفل. لما تيجي تلمعي كده لمعي ايه، لمعي بضمير. يلا يا جماعه، يلا عايزاكم تقوموا تتشجعوا معايا. انت لسه قاعده لسه ما خلصتيش اللي وراكي؟ لا قومي بقى تشجعي معايا وخلي النظافه هي عنوانك. وبعد كده بصوا ما بخليش حته ما بلمحهاش، كل حاجه بلمعها. اوعوا تنسوا اللايك، شايفاك اللي ما حطيتش لايك كده حط اللايك الحلو بتاعكم يا جماعه. ماشي. وهروح بقى ملمعه الخشب كله الاول زي ما انتوا شايفين كده. وهفضي بقيه البوفيه وهلمع المرايه بتاعته اهو زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. خليكي كده دايما بيتك مرتب بيتك نظيف. رش بيتك وعطره، ما تعرفش مين اللي هيدخله. مش عشان حد هيدخله، عشان نفسك وعلشان اعصابك كده تبقى هاديه وكل حاجه حواليكي كده نظيفه. ودايما خلي كده النظافة هي عنوانك. زي ما انا مخلية النظافة هي عنواني. اهم حاجة يا جماعة النظافة، والحاجة كده تبقى حواليك نظيفة بجد بتعمل ارتياح نفسي جدا جدا جدا. فضيت بقى السفرة وفضيت كل حاجة وشلت الكراسي وشلت المفارش. المفارش غسلتها وهحط مفارش نضيفة. ولمعت السفرة من تحت ليه، لان الصنايعية كمان هيجي يشيلوا لي الترابيزة، وهغير الحافظة بتاعت السجادة دي. بصوا السجادة اصلا تحتها حروفها باينة زي الفل ازاي يا جماعة. وهروح بقى ملمعة الخشب بتاع البوفيه كمان من تحت علشان كل الخشب كده يبقى حواليا كله متلمع، ما يبقاش في حاجة لسه ما اتلمعتش. رحت بقى ملمعة كل اللي انتوا شايفينه دوت والبوفيه والرجلين بتاعت الترابيزة علشان على طول لما يشيلوا لي السفرة ارجع كل حاجة على طول مكانها. وبعد كده بقى خلصت تلميع الخشب من تحت اروح شايله بقى شنطه المعالق هلمعها برضو، وهلمع الترابيزه الصغيره اللي هي محطوط عليها. وهكمل بقى تلميع البوفيه من الجنب كده زي ما انتوا شايفين يا جماعه. هخش بقى نبص على الاكل، تعالوا نشوف الاكل وصل لايه وعملنا ايه وهنعمل ايه معاه. طبعا انا ولادي بيبقوا قربوا يجوا من المدرسه فلازم يجوا يلاقوني ايه عملت الغدا.
وهيجوا وهتشوفوهم دلوقتي وانا بعمل هتشوفوهم. جبت بقى ايه، قلت احمر بقى شويه مكرونه، الحق احمر المكرونه كده. وبعد ما خدت معايا كده اللون الذهبي هروح نازله عليها بالشوربه زي ما انتوا شايفين، ورشه كده فلفل اسود، وظبطت الملح بتاعها. ولما تغلي هوطي عليها واسيبها تتشرب. رحت داخله تاني على الايه، على بقيه التلميع. دخلت بقى لمعت النيش زي ما انتوا كده شايفين يا جماعه. يلا يا جماعه حطوا اللايك يا جماعه. رحت بقى ايه جايبه بقى الايه الازاز بقى ملمعاه بتاع النيش من بره ومن جوه. كل حاجه كل حاجه عينك تيجي عليها اعمليها على طول. هعمل برضو هعمل الكافي كورنر هنضفه، بس مش هصوره بقى معاكم علشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي عليكم. هنضفه برضو بعد كده. وعبال بقى ما هم طلعوا لي بصراحه شالوا لي الازازه اهو زي ما انتوا شايفين، ونقلنا الترابيزه بقت عندي باب الشقه. وانا بقى ايه شلت السجاد كده وبمسح اهو زي ما انتوا شايفين يا جماعه. وهجيب بقى حافظه نضيفه وهحط السجاده وهخلص كله وهلمع كل حاجه حواليا، والارض خلاص هتبقى انا ما بشيل السجاده يا جماعه بتاعت السفره. بصوا يا جماعه بيبقى تحتها زي الفل على فكره، لان انا ايدي فيها اول باول. حتى لو مش بشيل الازازه برفع حواليها وبنضف، واشيل الكراسي وامسح تحتيها كده، بتني السجاده وبمسح تحتيها زي ما بوريكم معايا في الفيديوهات. ورحت مسحه بقى الارض كده مسحه حلوه كده بشويه برسيل. لازم لما تيجي تمسحي حاولي تمسحي كده بشويه ديتول شويه برسيل اي نوع منظف عندك. ورحنا بقى فرشين السجاد تاني، ورحنا مرجعين الايه الترابيزه كده زي ما انتوا شايفين كده. كانوا ولادي خلاص جم بيخبطوا بفتح لهم اهم الباب. هتشوفوهم دلوقتي هم داخلين، كانوا لسه جايين من المدرسه اهو زي ما انتوا كده شايفين. رحنا بقى ايه حاطين بقى الازازه والترابيزه كده. وكده انا هرجع كل حاجه كده حواليا على نظافه. لمعت برضو معايا باب الشقه كده من بره ومن جوه وخليته كده زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما تعملي حاجه بقى اعمليها بالمره، وخلي كل كده حاجه حواليكي تكون نظيفه، واي حاجه عينك تيجي عليها عايزه تتنضف نضفيها اول باول. ورحت بصوا بقى ماسكه باب الشقه كمان اهو الباب التاني، ورحت منضفاه زي ما انتوا شايفين اهو. وهوريكم دلوقتي شكل الاكل وشكل اللحمه وشكل كل حاجه هتعجبكم جدا جدا. ورحت بقى مسحه كده ايه قدام بقى السفره عشان افرشها واخلص علشان ولادي عايزين كانوا ياكلوا. وقلت لهم بس المكرونه خلاص بتتشرب وهغرف الاكل كده على طول اهو. رحت بقى ايه مسحه كده الحته اللي قدام باب الشقه، وهجيب مشايه نضيفه وهنفرشها دلوقتي مع بعض. بس ده كان شكل الاكل بعد ما خلصته. عملت كده شويه سلطه. شايفين الصوص بتاع المكرونه بتاع اللحمه كباب الحله يا جماعه بالبصله زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بقى انا بقى شايله المشايات طبعا نضيفه، او اي سجاده عندي غيار ليها لازم تشيلي الحاجه نضيفه يا جماعه. طلعت كده المشايه زي ما انتوا شايفين اهو فرشتها نضيفه زي الفل اهو. ورحت بقى فرشاها كده عند السفرة، والشكل في الاخر هيعجبكم جدا جدا. بعد كده بقى هنلمع الازاز بتاع الترابيزه اهوت، هي كلها طبعا ازاز فبلمعها بالجلانس. وكده رجعت الكراسي، طبعا الكراسي كانت متلمعه ونضيفه. شايفين لمعه الكراسي يا جماعه؟ اما تيجي تلمعي الحاجه كده لمعيها بضمير. وده كده كان شكل السفره اهوت. شايفين بقت السجاده نضيفه، المشايه نضيفه، الخشب كله حواليك نضيف، المرايات نضيفه، الباب بصوا بيلمع ازاي. كل حاجه حواليا كده نضيفه، وكل حاجه بقت زي الفل. وعملت كمان الكورنر معايا بصوا نضفته هوريهولكوا دلوقتي. ولمعت المكنه وفكيتها ونضفتها ونضفت الكورنر كله. وكده بقى خلاص خلصت الفيديو. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو وتشجعتي معايا والروتين عجبك وانتظروني تاني في فيديوهات تاني جامدة جدا جدا. يا ريت لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي اول مرة بيشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. وخلي النظافة هي عنوانك. وباي باي.